مرحبا بكم مستمعينا فيما يلي النشرة الثقافية. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو أن العاصمة اليونانية أثينا ستكون العاصمة العالمية للكتاب لعام 2018. وقالت اليونسكو في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن المديرة العامة لليونسكو إرينا بوكوفا أعلنت أثينا عاصمة عالمية للكتاب لعام 2018، وذلك بتوصية من لجنة استشارية دولية. وذكر البيان أن الاختيار وقع على أثينا بسبب الجودة الاستثنائية لبرنامج الأنشطة التي وضعته والمدعومة من قبل جميع الجهات الفاعلة في مجال الكتاب، وتتضمن الأنشطة المقترحة مجموعة من اللقاءات مع الكتاب والمترجمين والمصورين، بالإضافة إلى مجموعة من الحفلات الموسيقية والمعارض الموضوعية والجلسات الشعرية وورشات عمل مخصصة للعاملين في مجال النشر. وتهدف هذه الأنشطة إلى جعل الكتب متاحة لكل المواطنين بمن فيهم المهاجرون واللاجئون. كما أكد أعضاء اللجنة الاستشارية على غنى البنى التحتية للثقافة في المدينة وخبرتها في تنظيم الأنشطة الدولية. وذكر البيان أن المدينة التي يتم اختيارها كل عام لتكون العاصمة العالمية للكتاب تلتزم بالترويج للكتب والقراءة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج أنشطة لمدة عام ابتداء من اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف بتاريخ 23 من أبريل نيسان. وقال البيان أن اللجنة الاستشارية المؤلفة من مجموعة من الممثلين عن كل من اليونسكو ورابطة الناشرين الدولية والاتحاد الدولي للجمعيات ومؤسسات المكتبات قد أجمعت في مقر اليونسكو من أجل دراسة الترشيحات التي حققت رقما قياسيا هذا العام. يشارك 30 عرضا مسرحيا من 15 دولة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي الذي يعود بعد توقف 6 سنوات في دورته 23. وشاركت مصر ب13 عرضا، فيما يشارك من خارجها 17 عرضا من إيطاليا والسويد وبولندا، مولدوفا، أرمينيا وتشيلي، المكسيك، الصين، الولايات المتحدة، روسيا، رواندا، تونس ولبنان والإمارات. وتقام العروض على مسرح الهناجر والغد والطليعة والفلكي والعرائس وميامي ومتروبول ومركز الإبداع الفني والمسرح الصغير بالأوبرا ومسرح وزارة الشباب والرياضة. وقال رئيس المهرجان سامح مهران في مؤتمر صحفي: ألغينا فكرة التمثيل السياسي للدول وكان معيارنا في اختيار العروض المشاركة هو المعيار الفني فقط. فكرة التمثيل السياسي أصبحت ضارة بالمهرجانات. ويكرم المهرجان بدورته القادمة المخرجة الأمريكية تورانج بيجازياريان والأكاديمي الصيني لو أنغ والممثل المصري جميل راتب والكاتبة الكينية مومبي كايوجا والأكاديمية النيجيرية فيمي أوسوفسيان والإماراتي محمد سيف الأفخم ورئيس الهيئة الدولية للمسرح. وألغى المهرجان بدءا من هذه الدورة مبدأ التنافس ومنح الجوائز اقتداء بمهرجانات دولية بأوروبا مثل مهرجان أفينون الدولي للمسرح في فرنسا ومهرجان أندبري في اسكتلندا. وحتى يكون الهدف نقل أحداث وتجارب المسارح المعاصرة لمصر واطلاع الغرب على المسرح العربي. ويفتتح المهرجان بالعرض الصيني تاندر ستورم، والذي اختير بمناسبة العام الثقافي المصري الصيني، بينما يقدم في الختام العرض المسرحي ياسم إخراج شيرين حجازي. وتقام على هامش المهرجان 6 ورشات عمل يقدمها متخصصون من الهند وباكستان وتشيلي والولايات المتحدة، ومائدة مستديرة عن دور المهرجانات العربية في سياق التفاعل المسرحي العربي مع العالم. وعد الأستاذ الجامعي والناقد والروائي شكري المبخوت الذي عين مديرا جديدا لمعرض تونس الدولي للكتاب بالعمل على تقديم أجمل صورة للإبداع الأدبي والفكري في الدورة 33 للحدث السنوي الأبرز ثقافيا في بلده. وعينت وزارة الشؤون الثقافية المبخوت رئيس جامعة منوبا والحائز على الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر رئيسا للدورة القادمة في معرض تونس الدولي للكتاب في 2017.
وقال المبخوت الذي يبلغ من العمر 54 عاما إن معرض تونس الدولي للكتاب له تقاليده، وكان باستمرار في جميع الحالات مناسبة للاحتفاء بالكتاب وتسويقه وإبراز أصوات مكرسة أو جديدة في الأدب والفكر، ولا يستطيع أي شخص إلا تدعيمه أو تصحيح ما يجب إصلاحه قدر الإمكان. وأضاف أيضا: الحلم الحقيقي الذي يستجيب معرض الكتاب لتطلعات كل الفاعلين من ناشرين وقراء ومبدعين، هذا ما سنسعى إليه في الدورة المقبلة. ومعرض تونس للكتاب مناسبة تجمع كبار الكتاب والأدباء والمفكرين العرب والأجانب في ندوات وأمسيات وورش عمل تجذب ملايين الزوار كل عام. وقال المبخوت إن العملية بسيطة من جانبه لأنها تستند على تقاليد المعرض، وصعبة من الجانب الآخر لأن وضع الكتاب في حال الواقع العربي، ولا يمكن لأي معرض إلا أن يكون صورة من الواقع الفكري والثقافي. وأضاف: نسعى لتقديم أجمل صورة ممكنة في هذا الموقع الذي يتسم بصعوباته ومشاكله وانحرافاته عن المشروع الحداثي التقدمي. ويذكر أن المبخوت فاز بجائزة البوكر في 2015 عن أول أعماله الروائية الطلياني الذي أصدره بعد رواية باغندا، وله أيضا العديد من المؤلفات في النقد الأدبي. انتهت النشرة الثقافية، نشكركم على حسن الاستماع.